مرحبا فيكم جميعا وإن شاء الله تكونوا بخير. إذا أول مرة عم تحضروني أنا ليلى وهي قناتي المختصة بالوصفات خالية من الجلوتين للسيلياك ولا تحسس القمح. اليوم جايتكم بأسهل وأطيب وأفخر وصفة للبسكويت الخالي من الجلوتين المحشي والمغطى بالشوكولا. وصفة رائعة ولذيذة بشكل لا يوصف. عن جد يعني أي حدا راح يشوفها أو راح يدوقها مستحيل يخطر له إنه هي معمولة بالبيت، يعني ما بتفرق عن الجاهزة ولسه أطيب بكتير من الجاهزة. طعمتها كتير طيبة وبحشوة من الكريمة البرازيلية الرائعة. رح تعجبكم كتير ورح تحبوها كتير بس رح تجربوها. وطريقتها كتير سهلة ومكونات سهلة ومتوفرة بالبيت، وإن شاء الله بعد هاي الوصفة ما رح تحتاجوا تشتروا أي بسكويت محشي من برا البيت، رح تصيروا تعملوها بالبيت وتستمتعوا فيها دائما. ومثل ما لكم شايفين الشكل كتير حلو وكتير مميز وبيشبه كتير الجاهز، كتير مرتبة وكتير ظريفة. خلونا هلأ مع بعضنا نبلش بالمكونات وبطريقة التحضير. أول شي رح نبلش بتحضير البسكويت. للبسكويت رح تلزمني بيضة بدرجة حرارة المطبخ، رح أنزل عليها معلقة من القرفة المطحونة الخالية من الجلوتين وأخفقهم بشكل جيد. بتقدروا تضيفوا فانيلا إذا كان عندكم البيض تحسوا له زنخة ضيفوا. أنا بالنسبة إلي اكتفيت بالقرفة. ونزلت عليهم حوالي ربع كوب من السكر. كمية السكر حسب الرغبة، ممكن تضيفوا أكتر أو أقل حسب ما بتحبوه. أنا برغبه يكون حلو، يعني حلاوته وسط، وإذا بدكم كمان حلاوته أقل معلش لأنه نحن أصلا بدنا نحشيه وبدنا نغلفه بالشوكولا. فتقريبا يعني بالنسبة إلي حسيت ربع كوب أو أقل شوي صغيرة ممتاز جدا للبسكويت. وبعدين راح انزل عليه هون كميه الزبده المذابه. طبعا راح اكتب لكم كل المكونات بصندوق الوصف. استخدمت الزبده بهاي الوصفه لاني انا بدي البسكويت يكون قريب من البيتي فور او بيتي فور، يعني ما بدي يكون بيقرش كتير، بدي هيك يدوب بالتم ذوبان لانه بيلبق مع هاي الوصفه اكتر. فاذا كنتوا بدكم يا يقرش حطوا زيت، بدكم يا هيك يطلع طري وبيدوب بالتم ذوبان تستخدموا الزبده. استخدمت الزبده الطبيعيه الخاليه من الجلوتين. بس مثل ما قلت لكم اذا بدكم الاطيب ما بنصحكم تستخدموا زيت، خليه هيك بدل ما يكون يقرش يكون يندوب بالتم ذوبان. وهلا بنزل عليه هون بكوب من الطحين الخالي من الجلوتين المنخول، وببلش بلم العجينه على بعضها. طبعا ممكن هلا انا بعد شوي يلزمني اكتر من الطحين او ممكن اكتفي بهاي الكميه حسب نوع الطحين اللي عم بستخدمه، حسب حجم البيضه. فببلش بضيف كوب وبعدين بشوف اذا بيلزمني اكتر بضيف، يعني كالعاده بنضيف بالتدريج. وراح انزل عليهم معلقه من نشاء الذره الخالي من الجلوتين، كمان يمكن استغناء عنه ما في مشكله، اذا عندكم حساسيه من الذره عادي. وراح انزل عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر كمان خالي من الجلوتين. وراح ابلش الم العجينه على بعضها لحتى اشوف اذا كان القوام يعني جيد ومثالي ولا بحتاج اضيف طحين. وراح الم العجينه هيك لم بدون ما اعجنها بشكل مبالغ فيه، واشوف شو رح يصير معي. بس شفت العجينة هيك بلشت تتماسك ببلش بايدي، لقيتها انه صارت عندي تمام. بعد ما ضفت تقريبا كوب وشوي صغيرة صار عندي تمام القوام لازم يكون طري ولين بس ما بيلزق. رح اغطيها واحطها بالبراد حوالي ربع ساعة قبل ما ابلش اشتغل فيها. هلا انا بالنسبه لي بعد ربع ساعه لما طلعتها من البراد وجيت لابلش اشكلها حسيت انه شوي عم بتشقق معي، فضفت معلقه زبده مذابه صار القوام تمام. فممكن انتم تعدلوا على العجينه، المهم تشوفوها انه صارت تمام. للتشكيل حطيتها بين كيسين نايلون او ممكن بين ورقتين زبده، كتير بيساعدكم بالتشكيل وبيطلع الشكل مرتب وظريف. وبشكلها كلياتها بقطعها إلى دوائر بكاسة أو بأي قطاعة دائرية عندي، والسماكة تكون معقولة مثل هيك، سماكة بيرفكت كانت. هلا أنا حسيت إذا قطعناها فوق النايلون عم تعطيني هيك شكل أحلى، هيك مثل ما لكم شايفين هيك بتطلع هيك لبرا مثل 3D، بصير شكلها كتير حلو. فصرت أقطعها فوق النايلون. وطبعا تقدروا يعني تعملوا كمية كبيرة فرد مرة وتقطعوها كلها، بس أنا كان عندي المساحة ضيقة فصرت أقطع تنتين تنتين. وبتعملوا هيك لحتى تخلصوا كل الكمية وبتحطوها بصينية مدهونة زيت أو بصينية عليها ورقة زبدة وبتجهزوها لحتى تخبزوها بالفرن. راح أخبزها على درجة حرارة 180 لحتى تستوي مثل هيك. بتحبوا تحمروا الوش، بتحبوا هيك تعملوها مثلي، أنا بحب الوش يكون ما كتير محمر، عندكم حرية الاختيار. وطبعا كتير بيستووا بسرعة، يعني 6-7 دقايق ممكن يكونوا استووا معكم، فشيكوا عليهم لحتى ما يحترقوا معكم. وهلا هيك صاروا جاهزين عندي، ما بشيلهم من الصينيه لحتى يهدوا ويصيروا فاترين. هن سخنين ما تشيلوهم لانه هن بيكونوا طرايا وممكن يتكسروا معكم، استنوا ليبردوا او لحتى يصيروا فاترين، لا يبردوا افضل يعني، وبعدين شيلوهم. وهلا راح احطهم بعلبه واخليهم لوقت يلي بدي استخدم اكمل الوصفه. راح اجيب من هاي الدوسة جيليتشي او الكريمة البرازيلية، كريمة الحليب البرازيلية، كتير 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 لذيذة.
اذا لقيتوها بالاسواق استخدموها، يعني بتشبه الكراميل بس فرق كبير صراحة، أطيب من الكراميل بكتير. فإذا كنتوا حابين أعملكم إياها وصفة الدوسج ليتشي أو الكريمة البرازيلية كتبوا لي بالتعليقات لحتى أصور لكم إياها بفيديو خاص. كتير طيبة، وبالذات مع هذا البسكويت رائعة. بحط هلأ كمية وفيرة فوق البسكويت. طبعا البسكويت بارد تماما، ممكن تتركوه لتاني يوم أو ثالث يوم، إمتى كنتوا فاضيين كملوا الوصفة، ما في مشكلة. أنا تقريبا كملت الوصفة تاني نهار. بحط كمية وفيرة من دوسج ليتشي وبحط فوقها بسكويتة بسكرها هيك على بعضها، وحطوا كمية وفيرة، يعني كل ما كترتوا الحشوة أكتر بتطلع أطيب معكم. بتقدروا بكيس الحلواني، بتقدروا هيك بالمعلقة، يعني حسب ما بتحبوا. وعلى فكرة نسيت أخبركم إنه البسكويت بتقدروا ما تستخدموا نكهة القرفة، بتقدروا تعملوه بالفانيلا أو يعني تعملوه سادة مثل ما بتحبوا، بس نكهة القرفة كتير بتطبق مع هاي الوصفة وكتير بتلبق لها. وهلا بعد ما بحشيهم كلياتهم، وعلى فكره مثل ما قلت لكم هاي الكريمه البرازيليه او دوسج ليتشير لذيذه بشكل رهيب. فعن جد اذا كنتوا يعني حبيتوا اعملكم اياها واجرب وانزلكم اياها كتبوا لي بالتعليقات لحتى ان شاء الله اصوركم اياها بفيديو خاص، لانه انا ما صورتها لحتى ما يطول الفيديو كتير. وبعملهم كلهم بنفس الطريقه وبغطيهم وبجهزهم لحتى ابلش اغلفهم بالشوكولا. اضغطوها على بعضها منيح لحتى تلزق على بعضها، وكمية تكون وفيرة بس ما تخلوها يعني هيك تطلع لبرا، بنفس هذا الشكل انه ما تضغطوها كتير على بعضها. وهلا صاروا جاهزين. رح ابلش ادوب لوح من الشوكولا. استخدمت شوكولا خالية من الجلوتين 70% كاكاو، كانت كتير طيبة. دوبتها بحمام مائي او بالميكروويف وحطيت لها شوية زيت لحتى هيك تعطيني لمعة، وبلشت اغلف البسكويتات فيها. هلا احترت شلون بدي اغلفهم، فيعني قلت لحالي بحطها هيك على الشوكة وبنزل عليها. لما وقعت من ايدي سبحان الله يعني استدليت على طريقة اني اول شي احطها وبعدين اشيلها على يعني هيك بتكون تغلفت من تحت، وبعدين ابلش انزل عليها الشوكولا من فوق، هيك بتتغلف من كل الاتجاهات. بس اذا كان عندكم شبكة بصير موضوع اسهل، يعني بتحطوها اول شي بالشوكولا من تحت تتغلف كويس، وبعدين بتحطوها على الشبكة وبتغلفوها من كل الاتجاهات. يعني هذا الموضوع كتير سهل وكل حدا بيعمله حسب ما بيرتاح. غلفوها من كل الاتجاهات، كونوا حريصين انه تتغلف كلها من فوق ومن تحت ومن الجوانب بطبقة يعني مرتبة من الشوكولا. وكل ما اخترتوا نوع شوكولا اطيب او حشوة اطيب رح يطلع معكم الوصفة اطيب واطيب. هون كانت الشوكولا نوع كتير مرتب 70% كاكاو، فكانت الحلاوة فيها مع الحلاوة اللي حطيتها بالبسكويت مع كريمة الدوسج ليتشي كلياته ميكس بجنن كتير رائع. واذا ما كانت متوفرة عندكم دوسج ليتشي بتقدروا تحشوها بكراميل، بتقدروا تحشوه بشوكولا حسب ما بتحبوا. بس كانت هاي الميكسات اللي عملتها مع بعضها الصراحة كتير رائعة، ونفس طعمة بسكويت الفاخر اللي كنا ناكله من زمان بسوريا اذا بتتذكروه، نفس الطعم تماما. يعني عن جد كتير كتير طيب، يعني اي حدا رح يدوقه مستحيل يفكر انه هذا انتم عاملينه بالبيت، اكيد رح يفكر جاهز مثل ما انا صار معي. وبترتبوه هيك وخلص هيك صار جاهز. بحطه هلا بالفريزر يعني عدة دقايق بس لحتى تجمد الشوكولا، وبعدين بطالعه. ما بياخد يعني دقيقتين ثلاثة حسب قوة الفريزر يلي عندكم. شايفين الشكل ما احلى؟ بتقدروا على فكرة بالاخير تزينوها هيك بخيوط من الشوكولا السوداء مثلا او البيضة، يعني بتقدروا تتفننوا، بس انا حسيت انه هيك شكلها كتير ممتاز. وهي بعد ما طلعتها من الفريزر، وهي بنتي بدها منهم هدول البسكويتات، شكلها كتير حلو. بعد ما جمدت صارت عن جد تشبه الجاهزة كتير. شايفين شكلها ما احلى؟ هلا بعد ما طلعتها من الفريزر بحطها بعلبة محكمة الإغلاق بأي مكان بالبراد أو برا البراد، يعني وين ما بتحبوا، وبتاكلوها إمتى ما بدكن. إذا كان الجو حار طبعا يفضل تنحط بالبراد لحتى ما تذوب الشوكولا. ومثل ما تكون شايفين المنظر والشكل يعني نفس الجاهز، والطعم أطيب بكتير من الجاهز. وهي بنتي عم تقلكن إنه طيب الشوكولا. عن جد بنصحكم كتير انكم تجربوا هاي الوصفة، وصفة رائعة ومثل ما شفتوا سهلة كتير، وبتقدروا تعملوها على مراحل حسب فضاتكم، ما شرط نعملها كلياتها ورا بعضها. المنظر بياخد العقل والطعم كتير طيبة، وانا متأكدة بس تجربوها رح تحبوها كتير، خصوصا اذا كنتم من محبين بسكويت الفاخر. واذا حبيتوا هاي الوصفة وحابين تشوفوا وصفات تانية خالية من الجلوتين ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس على الجميع لحتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. واكيد ما تنسوا اللايك والشير، وما تنسوا تكتبوا لي تعليقات حلوة وتعطوني رأيكم بهاي الوصفة اذا حبيتوها. أقول لك سر
ليلي اوكي، ليلي اوكي ماما. باي.